بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حلقة جديدة من حلقات فانتزي فوتبول. الحلقة بعنوان ازاي هسجل في دوري ابطال اوروبا في الدوري الفانتازي. تمام، هنفتح الصفحة قدام مننا كده اهو. هنلاقي هنا طبعا الوقت المتبقي على بداية الدوري ناقص 8 ايام طبعا. وما هخش على بلاي ناو، هحط الايميل والباسورد وهخش. تمام، انا افرض انا مش مسجل مثلا، يبقى هخش عن طريق الفيسبوك او عن طريق الهوت ميل او عن طريق الجيميل او عن طريق الياهو. انا مش مسجل اساسا خالص ومش عايز اخش عن طريق حاجه من الحاجات دي، مثلا مش عايز يخش على معلوماتي. هقوم جاي طالع بره، هلاقي هنا في كلمه ريجستر. تمام، وهعمل كريت ا نيو اكونت. هحط الايميل وليكن مثلا سوري تمام، وهحط هنا باسورد. تمام، هحط الباسورد تاني وهختار بلدي مصر. هيقول لي انت اكبر من 18 واقل من 18. انا طبعا اكبر من 18. هيقول لي ايه الفريق المفضل بالنسبه لك، هقول له مثلا او ايه الفريق اللي انت بتحبه في اوروبا، هقول له مثلا ريال مدريد. تمام، هحط الصح هنا وهكتب الكلمه دي. تمام، وبعد كده هدوس اكسبت. هيبقى كده انا عملت الاكونت بتاعي. تمام، لما احب بقى اخش على الاكونت بتاعي، حاجه في الصفحه الرئيسيه تاني وهدوس على بلاي ناو واحط الاكونت. تمام، وهحط الباسورد وهخش. وهدوس لوجين. طبعا هنا قدام مني هيفتح لي الصفحه كده. انا طبعا اخترت التشكيله وكله تمام. في الاول طبعا هختار هنا بقى دي بقى اللي مش موجوده في الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني ولا الدوري الايطالي ولا الدوري الالماني ولا الدوري في اي دوري من الدوريات اللي احنا شرحناها قبل كده. تمام، قدام مني اهو يبقى فيها 4-4-2 4-3-3 4-5-1 3-5-2 وهكذا. في عندنا كل الطرق. تمام، انا طبعا هحط التشكيله بتاعتي. هختار مثلا في حراسه المرمى اللي انا عايزه واربعه باكات، او انا طبعا عامل الخطه اللي هي 3-5-2. تمام، انت طبعا عايز تحط بقى 4 باكات 3 مهاجمين، يعني حاجه بترجع لك انت. تمام، بحط التشكيله بتاعتي زي ما هي وسيف. تمام، اول ما هيبتدي طبعا دوري الابطال وهعيش بقى طبعا في دوري الابطال والكلام ده. طب انا عايز اخش في الليجا اللي بتاعت الصفحه بتاعتنا او اي صفحه تانية. هقوم كده داخل على الليجاز. تمام، وهعمل جوين ليجا او كريت ا نيو ليجا. طبعا ده اللي عايز يعمل لصفحته. تمام، انا هعمل جوين ليجا وهاجي على صفحتنا هنا اهو. تمام، هنا ده البوست المجمع اللي فيه بقى ايه: دوري ابطال اوروبا الفانتازي، الدوري الانجليزي الفانتازي، الدوري الاسباني الفانتازي، الدوري الالماني الفانتازي، والدوري المصري. وفي شرح للمسابقه، وكمان شويه هنزل شرح فيديو عن طريق اللعبه وازاي تلعبها وكده وازاي تحسب لك نقط والكلام ده. تمام، هنزل هروح على البوست اللي انا كنت عامله عشان اخد الكود. لو طبعا ممكن ما نلفش كل اللفه دي كده ونطلع هنا على طول. هنخش على دوري ابطال اوروبا. هستنى 4 ثواني 3 ثواني ثانيتين ثانيه سكيب اد. تمام، هيدخلنا على البوست على طول. تمام كده، ده بوست فانتازي دوري ابطال اوروبا. تمام، وانا بجهز لكم اهو الفيديو. ادي الكود بتاع الدوري بتاعنا. هاخد الكود كده كوبي وهروح احطه هنا بيست واعمل جوين ليجا، وبكده انا هيبقى موجود في الليجا بتاعتنا. ونفس القصه في اي صفحه مثلا تانية عامله مثلا بطوله او حاجه، ممكن تاخد الكود بتاعهم وتحطه هنا. تمام، شكرا، واتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده. طبعا يعني لو في سبسكرايب لايك شير للفيديو
وزي ما قلت لكم مثلا كان في عندنا شروحات قبل كده لدوري ابطال اوروبا اللي احنا بنشرحه دلوقتي، وفي الدوري الانجليزي، وفي الدوري الاسباني، وفي الدوري الالماني، وفي الدوري المصري. يا ريت تشتركوا معانا، وهيبقى في شروحات تانية كتير، وفي شروحات برامج على فكرة عاملينها وكده، ويعني عايزكم تكونوا مبسوطين وتقولي رأيكم في آخر الحلقة إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.